السلام عليكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ الاهلي النهارده بيخسر نقطتين تاني عشان يبقى كده تعادلين متتاليين، واحد قدام المصري وواحد قدام البنك الاهلي. البنك الاهلي الفرقه المميزه جدا اللي كلها نجوم. الف سلامه طبعا على نجم الفريق احمد ياسر ريان. هو اصابته كانت كسر في الترقوه، اصابه صعبه شويه. في ناس شافت الرقبه معموله او في صور منتشره للرقبه معموله، هو الحمد لله ما فيهوش كسر في الرقبه، لكن هي الرابطه دي بتبقى معموله عشان يحافظ على الكسر بتاع الترقوه، ما يبقاش كسر مضاعف. مبدئيا كده الاهلي بيلعب ماتش، نقدر نقول على شوطه الاول متوسط، على شوطه الثاني جيد، لكن ما وصلش لدرجه الامتياز. كهربا النهارده من المميز ومن الحاجات القليله اللي كنت بشوفها من كهربا ان هو بيتحرك تحركات سليمه، حافظ التكتيك، حافظ خطه اللعب، قادر يتحرك لزمايله تحركات سليمه، وده مكسب كبير لو كهربا عاد من جديد للساحه. في لاعب اسمه سمير، اللاعب ده كويس وينبئ بالخير، واللاعب ده لو بيلعب مركز 10 او بيلعب شادو سترايكر فهو مبشر جدا وهيبقى مستقبل النادي الاهلي. ويعني يتحسب لكولر ان هو طلع لاعب زي ده، واللاعب ده هيبقى مميز قدام. الشوط الاول كان شوط غريب عجيب. كان الاهلي فيه متراجع الى حد ما، يعني تقريبا البنك الاهلي كان قادر يسيطر على كتير، وراح بالبنك الاهلي بكتير، وكان كلمه السر يا والنور واحمد ياسر ريان قبل ما يطلع وينزل مكانه جريتو. في فكره ان الماتش اتلعب، شوبير تألق بارع. الشوط الاول بس شايل 3 فرص محققه وانفرادين، وشوبير بيلعب بكل حته في جسمه وبيلعب بكل حته في روحه عشان الفانيلا الحمراء. بالمناسبه التيشيرت الذهبي في ابيض المموه تيشيرت مميز جدا وتيشيرت حلو جدا. يعني انا لو جالي التيشيرت ده هديه هكون مبسوط بيه جدا، لان التيشيرت ده تيشيرت حلو. انا بحبه، بعيدا عن ان انا ما بحبش الاهلي يلبس ابيض او متطعم بابيض، بس التيشيرت فعلا مميز. دلوقتي الشوط التاني لما نزلنا ونزل عمرو السولية ابتدى يظبط الدنيا شويه مكان كوكا. وعمرو السولية مميز، ورامي ربيعه مميز، وتاو كان عامل شغل كويس، وانا كنت شايف ان عمر كمال كان هيبقى انسب لو بدأ المباراه. طبعا احنا شفنا الفرق لما نزل رضا سليم، ورضا سليم عمل ايه وبتاع. رضا سليم اللي انا شايفه زيه زي قفشه، ما يقدرش يلعب ال 90 دقيقه. زيه زي قفشه، ما يقدرش يلعب لك ال 90 دقيقه ويبقى فارق ويعمل هجمات. وبعيد عن قفشه فارق جدا، وعمل في الشوط الاول كام تمريره حاسمه وفي الشوط الثاني كام تمريره حاسمه، لكن قفشه مش من نوعيه اللعيبه اللي ممكن تلعب ال 90 دقيقه. فانا شايف ان قفشه بديل مميز، لكن مش هو اللي تعتمد عليه. وعشان كده كولر كان دايما بيدي الامام، بعد كده ينزل قفشه يعمل الفرق، يخلي الفرقه تتقدم تجيب جون، لان قفشه بيلعب باسلوب لو انت حفظته الموضوع انتهى. النهارده كهربا وتاو كانوا بيبدلوا المراكز ما بين الجناح وما بين السنتر فيرود، وده كان باين قوي ان دي خطه من كولر وخطه ذكيه جدا، ما تخليش المدافعين يعرف مين اللي بيحصل او ايه اللي بيحصل او مين المهاجم دلوقتي. كهربا لما طلع وبقى بيلعب شغل الجناح، كهربا بان اكتر. كهربا قدر يتحرك في ال6 ياردة او في ال18 ياردة، وقدر ان هو يحدث فارق، لكن التوفيق وعدم التوفيق هنا يا صديقي ما يقللش خالص من النادي الاهلي ولا ما يقللش من البنك الاهلي. انا شايف من وجهة نظري ان المباراة فير تطلع تعادل. في ناس اول ما لمسه اليد بتاعت رامي ربيعه جت وبتاع ابتدت ان هي تكلمني، ايوه ما عشان التحكيم موجه، ما طبعا هتتحسب له وهيقول لك لعب عليها والجو ده. الحمد لله لغاها، وفعلا هدف غير صحيح. عموما هارد لك الاهلي وهارد لك البنك الاهلي المميز جدا، واللي قدر يعمل ماتش مميز قدام الاهلي المصري والبنك الاهلي، من الفرقتين الرخمين ان انت ممكن تواجههم في يوم من الايام. عموما ان شاء الله لسه الدنيا مفتوحه. الزمالك المفروض ان هو يلعب مع غزل المحله بكره، فالماتش ده هيبقى صعب، وهنقدر نشوف هيحصل ايه وهيحصل ايه في صداره الدوري المشتعله اللي مخليه الدوري مولع جدا. شكرا يا رجاله، وتصبحوا على خير.